واحة حمراء ساحرة في وسط الصحراء تخطف قلوب زوارها بكثبانها الرملية وقصورها التاريخية. إنها مدينة تيميمون الجزائرية، مدينة جذابة احتلت مساحة على شكل مثلث في الصحراء وضمت قصورا مبنية من التراب والطين الأحمر. سميت بالواحة الحمراء لأنها محاطة بالعديد من الواحات وغابات النخيل، وزينت بقصور حمراء يعود تاريخ بنائها إلى نهاية القرن الثالث عشر. يقول مؤرخون إن اسم تيميمون الذي سميت به المدينة يعني واحة ميمون، تيمنا برجل صالح يدعى ميمون جاء إلى المنطقة قادما من المملكة المغربية واستقر بها حتى وفاته. تيميمون تتميز بطابع الفولكلور الشعبي المعروف باسم أهل الليل ذي الإيقاع الصحراوي، وهو من التراث الصحراوي الجزائري الذي صنفته اليونسكو ضمن روائع التراث الإنساني في العام 2005. إن أعجبتكم قصة تيميمون فأخبرونا عن مدنكم التاريخية وأسباب تسميتها، ربما تكون عنوانا لنا في فيديو قادم.